بصوا يا جماعه، شايفين المنظر اللي قدامكم دوت؟ ده عباره عن حوض اسمه تيراريوم او صوبه زجاجيه. ده محاكاه لانهي بيئه؟ للبيئه الاستوائيه اللي هي درجه الحراره فيها دافيه شويه ورطبه معظم ايام السنه او طول ايام السنه. يلا اوريكم الحكايه مشيت ازاي، لان في دراما في الموضوع. اول حاجه معانا كان الحوض دوت. للاسف احنا كنا عاملينه بس انا ما كنتش مصوره، كان متصور على الابلكيشن الاحمر. فللاسف يعني والدتي يعني سندت عليه فوقع اتكسر، يعني ما خدتش بقى. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اخلع الزرع من الكوكو بيت، وهبتدي ان انا احط الزرع دوت في حوض جديد تماما. بالمناسبه اي حاجه هتلاقوها في الفيديو اقدر اوفرها لكم، وفي شحن لجميع المحافظات. ماشي يا جدعان، لازم شويه ماركتنج ليا برضه. وعلى فكره انا متعدد الشغف، بس تقولوا لي بعشق مين؟ بعشق ان انا اعمل حوض سمك، حوض تيراريوم، الحاجات دي اللي هي الصوبه الزراعيه، بس بيبقى ليها سكيب معين او شكل جمالي بتحاول ان تحاكي جزء من الطبيعه. فاكرين الحوض دوت؟ الحوض دوت كان بتاع عنكبوت النسيج الدائري، فحبينا نغير الموضوع شويه وهنخلوه حوض للتراريوم. في كائنات كتير تقدر تعيش في بيئه زي ديت، بس معظمها مش عندنا. يعني ممكن حاجه منهم حاجه اسمها امل الخشب، وهو مش امل حرفيا، يعني هو حاجه عامله شبه الصرصار كده، بس حشره بتاكل بقى اي حاجه متحلله مش عارف ايه، حاجه بتحافظ على البيئه يعني. بعد ما فضيت الحوض تماما ومسحته، هبتدي مباشره ان انا احط كوكو بيت، ازود الكميه شويه. هو المفروض والطبيعي ان احنا بنحط ركيزه تحت بحيث ان هي تمتص اي كميه ميه زياده بحيث انه ما يحصلش تعفن. لكن الحمد لله انا يعني مش هقول لكم الخبره اللي معايا، بس الحمد لله بقدر ان انا اظبط الرطوبه بحيث ان ما يتبقاش ميه في قعر الحوض، فبالتالي يحصل التعفن ده او التعفنات. بس انا ما انصحش حد انه يعمل كده يعني. انا للاسف ما كانتش متوفره عندي ومكسل انزل اجيب بصراحه. ففضيت كميه الكوكو بيت، وبعدين ابتديت ان انا ارشرش الكوكو بيت كده بحيث ان انا يعني ابتدي ارصه او اعمله بكيرف شويه من الجنب. بحاول ان انا ادي عمق او بعد للحوض. ازاي؟ بان انا اعمل له ارتفاعات في الخلفيه، وبعد كده بشكل مباشر هبتدي ان انا ارشرش عشان خاطر الموضوع يمسك في نفسه شويه. وبعدين هبتدي اغرز الزرع اللي كان عندي وزرع جديد. اول حاجه هنبتدوا فيها برضو هنبتدوا نحطوا صخره. دي حته قطعه بازلت بنجيبوها من سكه قطر او حاجه، تتغسل كويس وبتتنضف كويس. ودي خشب غاطس، حاجه اسمها دريفت وود، يعني ليها طريقه معالجه، بتتجفف فتره طويله وبعدين بتتغلى بحيث اي مخلوقات صغيره جدا نموتوها، عشان في بعض المخلوقات الضاره على البيئه دي. ونبتدي نرصه بقى. هنبتدي نحطوا الزرعه اللي على اليمين ديت اسمها نبات السبايدر او مونستيرا سبايدر، وحطينا حاجه اسمها مكحله فضي، وحطينا نوعين من السرخسيات نادرين شويه بس برضو متوفرين ان شاء الله. وحطينا اندر انواع البوتس في العالم، حاجه اسمها بوتس انجوي او البوتس الابيض او المبرقش الابيض. الحاجات دي اعتقد في منها انواع او سلالات تانية باسعار قليله شويه. ده متوفر وده متوفر. وبس يعني كل لما الحوض بنحسوه ان هو خلاص يعني ابتدى يجف، بنبتدوا ان احنا نرششه عليه، نديله ترطيبه كده كأن الدنيا شتت عليه. وكده كده احنا بنغطي الحوض تماما، مش بنخليه له منفس، لان هو بيعمل عمليه البناء الضوئي، بيتبادل الغازات ثاني اكسيد الكربون مع الاكسجين وبيعكس العمليه بالليل. اظن درسناها في اعدادي او ابتدائي حاجه كده، عمليه البناء الضوئي او التمثيل الغذائي حاجه كده. فمش شرط، ممكن نقفله عليه نتربسه عليه تماما يفضل معانا كده سنه وسنتين وما فيهوش اي مشكله. حابين تخلوا فيه جزء فيه تهويه، هتبتدوا ترطبوا الموضوع بس لغايه لما ياخد كفايته من الرطوبه، بس ما نغرقش الدنيا تحت عشان ما يحصلش التعفنات. وتغطي عليه تاني برضو، بس حابب تسيب جزء للمنفس او جزء للتهويه برضو ما فيش اي مشكله. وجزء التهويه دوت ما فيش مشكله تعمله، عشان خاطر قصه الشبوره اللي هتحصل على الازاز انت كده بتتفاداها يعني. لو انت قاعد مركز في الفيديو في بغبغان ظهر، لو جدع قول لي ظهر في الدقيقه كام. وبس اظن بوريك حاجات عمرك ما شفتها. اول تعليق ما تنساش الفولو على جميع المنصات، وهسيب لكم جميع السوشيال ميديا بتاعتي تحت. يلا سلام وبحبكم.